ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الناس بقى اللي بتحب السجق زيي، تعالى اقول لكم على احلى واسهل طريقه ممكن تعملوا بيها السجق، وفي اقل من 10 دقايق بيكون جاهز معاك. بس طبعا قبل ما نقول الطريقه لازم نعرف ان اهم خطوه في نجاح السجق المكان اللي بنشتري منه السجق. يعني لازم يكون بنشتري السجق من جزار مضمون. انا كان عندي حوالي تقريبا نص كيلو من السجق، بدات انزل بيه من غير اي مواد دهنيه خالص، وبدات اشوحه لحد ما ياخد اللون ده معايا. لو حسيتوا ان السجق بتاعكم منزلش منه دهون، ممكن نضيف معلقه زيت. بدات بقى اقلبه كويس جدا كده، ونزلت عليه ببصلايه كنت مقطعاها جوليان. خدت تشويحه كده، وبدات انزل عليه تقريبا بحوالي 3 فصوص ثوم. هقلب كل الكلام ده مع بعضه على نار عاليه. عندي طماطميه مقطعاها مكعبات، بدات انزل بيها. واخر حاجه بقى ضفتها الفلفل بتاعي. طبعا زي ما انتم عارفين ان السجق بتاعنا بيبقى متبل وجاهز. فبما اني ضفت طبعا بصل وطماطم وفلفل والكلام ده، هنبدأ نضيف شوية توابل بسيطة. عندي بقى ملح، فلفل، كمون، كزبرة، سنة شطة. وهبدأ اوطي النار بتاعتي بقى واسيبه على النار تقريبا حوالي 7 8 دقايق، ما بياخدش وقت خالص. هو بس مجرد ما الطماطم تبدأ تدبل كده وتنزل الصوص بتاعها. السجق خلاص بتاعي بدأ يدخل على تسوية بقى. عندي معلقة صغيرة صويا صوص ودبس رمان. ودي خطوة اختيارية، يعني لو مش متوفرة ممكن نقدر نستغنى عنها، بس بتدي طعم حلو قوي للسجق. حطيت بقى من كل حاجة تقريبا معلقة صغيرة صويا صوص ودبس رمان. وهندي بقى تقليبة وكده يبقى السجق جاهز معايا. أكلة كده تجنن، بسيطة وسهلة وما بتاخدش وقت خالص، ولا مواعين كتير في المطبخ ولا وقفة كتير خالص. السجق بقى جاهز معايا. عندي بقى الفينو اللي هو الرفيع ده، اللي هو انتوا ممكن تاكلوا منه حوالي 10 15 رغيف وما تحسوش بيه، مع شوية سلطة طحينة وبألف هنا. مستنية طبعا ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها، وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.